أوضح مخرج مسرحية نوستالجيا الأخضر منصوري أن اختيار عمله للمشاركة والتنافس على جوائز مهرجان القاهرة الدولي للمسرحي التجريبي يعد في حد ذاته نجاحا ومنجزا. كما أكد صاحب العمل الذي أنتجه وتعاونية مسرح النقطة لوهران تطلعه للظفر بأحد جوائز هذه التظاهرة الفنية الكبيرة. يتحدث المخرج المسرحي الأخضر منصوري لنضال سويتي. الاختيار هو أولا نجاح، يعني اختيار العمل في مهرجان بحجم مهرجان المسرح التجريبي للقاهرة يعني هو أصلا هو نجاح. يعني تبقى قضية التواصل، تبقى قضية كيفاش نتواصلوا مع إخواننا العرب من خلال هذا المهرجان، لأن هذا المهرجان فيه أكثر من 60 عرض يقدم، يعني فيه عروض داخل المسابقة وعروض خارج المسابقة. يعني القاهرة ستصير مدينة مسرح بامتياز في شهر سبتمبر من 1 إلى 8 سبتمبر، وكما جرت العادة فيه ورشات، فيه ندوات، فيه مؤتمر فكري، وفيه تلاقح ما بين العرب، نقاشات كبيرة. أي مسرحي جزائري حينما يذهب إلى أي مهرجان دولي فيه تلك الأنانية الفنية، يطمع أن يكون عنده جائزة، ولكن أنا في تقديري أن أكبر جائزة هي مشاركتنا في مهرجان مثل هذا المهرجان. وأضاف المخرج المسرحي الأخضر منصوري أن تعاونية مسرح النقطة ترمي أساسا إلى تفعيل الحركة المسرحية وإخراجها من التنظير إلى الممارسة. يضيف ذلك لنضال سويتي. تعاونية مسرح النقطة هي تعاونية تأسست في مطلع التسعينيات، يعني في 95 بالتحديد، وهي تعاونية تنشط بوهران، لها الكثير من الأعمال المسرحية وانتجت الكثير من الأعمال المسرحية. في الحقيقة هي تعاونية أسسها مجموعة من الطلبة المتخرجين من قسم الفنون. هذه التعاونية كانت فاتحة لأن نخرج من الإطار الأكاديمي إلى آخره ونذهب نحو الإنتاج، نذهب نحو التطبيق، نذهب نحو صناعة فعل مسرحي بالمدينة وبالجزائر. تعاونية مسرح النقطة كذلك يعني بعد توقف دام 10 سنوات، يعني من 2013 ها هي تأتي هذه السنة، يعني سنة 2023 بإنتاج جديد عنوانه نوستالجيا، وهي مسرحية مترجمة عن نص لماتي فيزنياك، هو فرانكو روماني، ترجمها عبد المجيد الهواس. العنوان الأصلي هو قصة دببة الباندا.